انا بتحداك تحدي. اذا سويتي الفروج السوري المشوي زين لك 500 ريال. تخيلوا أن أخوي وعدني بهذه الهدية 500 ريال إذا ضبطت الدجاج المشوي السوري حصرا. طبعا جهزت التتبيلة وأضفت عليها زيت الزيتون والثوم المهروس، وسر نكهة الدجاج المشوي السوري شوية فانيلا على خلطة التتبيلة، ونخلطها سوا بهذا الشكل لين تتجانس، ونجيب الدجاج ونضيف عليه التتبيلة من برا، دهنته كذا وسويت له شوية مساج، وبعدها قلبته وبرضو أسوي له مساج بنفس الخلطة. وهذه الدجاجة الثانية برضو تبلتها، وهنا عندي البصلة المقطعة أضيف عليها ملعقة من التتبيلة بهذا الشكل، وأخلطهم سوا لين تتجانس النكهة. وين أحط في داخل الدجاجة بهذا الشكل يشيل لي أي زنخة في الدجاج، هذا برضو سر ثاني. وهذه الدجاجة الثانية برضو حشيتها، وأجيب كيس الشوي، أجيب كيس كبير طبعا حجمه كبير، أو ممكن تجيبون كيسين صغار وتحطون فيه الدجاج. حطيت الدجاجة الأولى وهذه الثانية، والصينية زي ما انتم شايفين كبيرة، وأضيف باقي التتبيلة على الدجاج بهذا الشكل شايفين، وبعدها أسكر الكيس وأخذ على الفرن وأشغل النار من تحت لمدة ساعتين. طبعا النار تكون من متوسطة إلى عالية. وهنا كشفت الكيس وشويت الدجاج من فوق، وجبت الخبز وأضفت عليه دبس الفلفل البارد، طبعا أنا هنا أضفته، ممكن تضيفون الحار برضو يعطيكم نكهة لذيذة. وأبدأ أدهن الخبز بهذا الشكل وأوزع الدبس على كل الأجزاء. وهذا هو الدجاج، شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف لذيذ ويدوخ ويشهي. شوفوا كيف الفخذ، شوفوا الجمال، مستوي ومشقر ومقمر ومحمر من جميع الاتجاهات. ونتذوق. يا ويلي. نعطي ماما الهدية. يلا. شكرا.